ورجعنا لحضراتكم وثاني فقراتنا الحواريه في صباح الرياضه اليوم، والحديث عن كره القدم المصريه، ولزاما علينا طبعا نتكلم عن قطاعات الناشئين، لانه واحده من اهم القطاعات اللي بتفرغ بكل تاكيد للفرق الاولى. معي ومعكم كابتن احمد المنشاوي مدير قطاع الناشئين بنادي مصر المقاصه. هنتكلم عن قطاع الناشئين وايضا عن الدوري الممتاز المصري لكره القدم. النهارده كابتن احمد. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. بداية نتكلم عن دوري القطاعات، أخباره إيه؟ والله احنا السنة دي في نادي مصر المقاصة مشتركين بثلاث فرق، مواليد 97 و99 و2001 في دوري الجمهورية. نعم. الحمد لله فرقة ال 97 ماشية من أول بداية الدوري، كنا أول وحصل ضرب في ماتش الزمالك، بقينا مركز ثاني فرق بونتين عن طلائع الجيش. لكن مسألة قطاع الناشئين في مصر المقاصة دائما بنسمع عن قطاع الناشئين في النادي MP، في المقاولين العرب، في أندية معروف عنها يعني في كفاءة في مسألة قطاعات الناشئين عندها، يعني الزمالك، الأهلي، الإسماعيلي. مصر المقاصة دائما وأبدا ما بنتكلمش كتير عن قطاعات فيها قطاعات الناشئين تحديدا. بالعكس والله انا عايز اقول لحضرتك ان بقى فيه اهتمام الحمد لله بقطاع الناشئين عندنا، وقطاع الحمد لله عامل شغل كويس، وبقى مصنف دلوقتي بين انديه مصر. يعني الحمد لله عندنا الموسم اللي فات دوت كنا فرقتين، فرقه 97 وال2000 مفنشين بطوله تاني الدوري. فالحمد لله السنه دي يعني احنا عندنا قطاع كويس، قطاع مميز. وانا من خلال البرنامج برضو يعني بوجه الشكر للوحنا عبد السلام، لانه موفر لنا ادوات النجاح للامانه. يعني كل شيء متاح، الامور كويسه عندنا الحمد لله في قطاع الناشئين. التعويل المدربين، عناصر المدربين نفسهم في القطاع، يعني في الاعمار المختلفه، رخص، معاهم رخص تدريب، المساله بيتم الانتقاء على اعلى مستوى، لانه حضرتك عارف انه مساله انتقاء المدرب في السن ده تحديدا بتبقى مهمه جدا. اكيد طبعا انا مع حضرتك. احنا الحمد لله عندنا قطاع مميز، مجموعه مدربين على اعلى مستوى، حاصلين طبعا على الرخصه سي، ومعظمهم لعبوا انديه دوري ممتاز، والحمد لله بيضموا عناصر كويسه جدا عندنا من المدربين. طبعا بيبقى في انتقال للمدربين، لان انا عايز اقول لحضرتك ان قطاع الناشئين في نادي مصر المقاصه قطاع قوي. نادي مصر المقاصه عموما منظومه قويه، فمش اي حد بيشتغل في نادي مصر المقاصه. انا شرفت ان انا كنت موجود في قطاع الناشئين، فبالتالي بيبقى في انتقاء للمدربين، مش اي حد بيكون موجود. يعني في معايير معينه على اساسها بيتم الانتقاء. اكيد طبعا اكيد طبعا. طيب الاعمار المختلفه اللي حضرتك بتديرها، يعني حابب اعرف هل في عناصر بيتم انتقائها في المنتخبات المختلفه، ولا لان انا ما عنديش معلومه بصراحه. منتخباتنا المختلفه هو منتخب كابتن حماده الصدقي، والمنتخبات الاخرى اخبارها ايه؟ وهل بيتم انتقاء عناصر من مصر المقاصه، ولا كله برضو في اطار الانديه الكبيره فقط، الاهلي والزمالك يعني او الجماهيريه؟ بص حضرتك سبحان الله، هو الهدف الاساسي لقطاع الناشئين عندنا في النادي هو خدمه الفريق الاول، انه يبقى مفرغه للفريق الاول، وبالتالي الحمد لله احنا صعدنا اكتر من لاعب للفريق الاول، في ابو جوده، في عفروتو، في حماده فاروق، دول للفريق الاول. تاني حاجه بنبص للبطوله، وبعد كده في المنتخبات طبعا. الحمد لله عندنا من نادي مصر المقاصه في حماده فاروق، ده منتخب 99 مع كابتن حماده صدقي، وشارك في البطوله اللي فاتت، لعب الخمس مباريات. ده مواليد 2001 مش 99، ومنضم لمواليد 99، وحاليا بيتمرن مع الفريق الاول، وممكن قريب قوي ان شاء الله الكابتن عماد يستعين بيه ان شاء الله. بقى لكم قد ايه بادئين في مساله القطاعات او الاهتمام بالقطاع ده تحديدا؟ والله تحديدا يعني اداره النادي بدات تهتم بقطاع الناشئين من القطاع موجود من اول ما اكيد. لكن انا بتكلم على الاهتمام بقى والشغل الرئيسي. بدا الاهتمام بيبقى من 3 4 سنين بالظبط، اللي احنا في المجلس الموقر بداوا يهتموا بيها جدا. وطبعا الاستاذ محمد مجد الدين ده المشرف على جهاز الكوره في نادي مصر المقاصه، والمدير المالي ده موفر لنا برضو كل وسائل النجاح. يعني من 3 4 سنين بدا الاهتمام بقطاع الناشئين. ايوه. كابتن عماد سليمان، انت قلت لي انت صعدتوا 3 لاعبين، يتم مراقبه العناصر بشكل دقيق. اكيد طبعا. وحضرتك يمكن الملعب اللي كان معروض فيه المباراه دي دلوقتي، ده المدينه الرياضيه عندنا، احنا متواجدين يوميا، فرق القطاع كلها والبراعم، في تواصل بيننا كلنا، بنشوف بعض يوميا. اللاعب الكويس طبعا ما ينفعش يعني احنا السنه دي في الاختبارات يمكن شفنا اكثر من 20,000 لاعب السنه دي بيتقدم من اهالي الفيوم ومن خارج الفيوم. انا عايز اقول لحضرتك ان ما انا بقول لحضرتك ان منظومه مصر المقاصه منظومه قويه. بقول لحضرتك السنه دي شفنا اكثر من 20,000
احنا في الفيوم جالنا اكتر من 6-7 آلاف لاعب من جوه الفيوم. جوه الفيوم، وخرجنا خارج الفيوم محافظات مصر كلها، شفنا اكتر من 20,000 لاعب السنه دي. طيب كابتن احمد، انتوا في مراكز شباب موجوده معاكم في الفيوم بكل تاكيد. طبعا. انا يهمني الفيوم تحديدا لانه مساله احتواء الشباب في منطقه زي الفيوم موضوع مهم جدا، وحضرتك فاهم طبعا. فاهم. ازاي مصر المقاصه بيقوم بالدور ده بجانب مراكز الشباب، لانه بالتاكيد ماديا مصر المقاصه هو الاعلى اكيد. وبالتالي عليه دور وطني، مش بقول انه ملزم بيه كماديا يعني ان هو يعمله، لكن الدور الوطني اللي بيقوم بيه مصر المقاصه لاحتواء الشباب في الفيوم ده مهم جدا على فكره. اكيد طبعا. بص حضرتك، احنا عندنا منظومه مصر المقاصه قطاع الناشئين عندنا في الفيوم بيضم اكتر من 350 لاعب. دول حالا يعني يمكن النسبه العظمى من الفيوم، عندنا اكتر من حوالي 40 لاعب مغترب، الباقي كله من ابناء الفيوم. نادي مصر المقاصه عامل طفره غير عاديه في محافظه الفيوم، وضع الفيوم على الخريطه الرياضيه. النادي المصري المقاصه اللقاءات اللي ممكن يعني يقابلها مصر المقاصه، هو قابل طبعا الاهلي واستطاع الفوز عليه، وكمان فاز على طلائع الجيش، لكن حصل دروب في لقاء النصر وتعادل في لقاء الرجاء. ايه اللي حصل بالظبط يعني؟ احنا شفنا انه المعدل طالع لفوق، المنحنى البياني طالع لفوق، ولدرجه انه في ناس بدات تقلق. لكن الدروب اللي حصل في مباراه النصر ده كان ايه اسبابه من وجهه نظرك؟ بص حضرتك، هو انا براجع دوت ان الدوري المصري مضغوط، يعني الضغط نفسه بتاع الماتشات. وبعدين كنا لاعبين لسه ماتش يعني بيبقى عبء نفسي على اللعيبه، ماتش الزمالك وماتش ولا بسبب الفوز المتتالي؟ يعني احنا شفنا فوز على الزمالك وطلائع الجيش والاهلي ورا بعض كده. لا، هو زي ما قلت لحضرتك كده، هو احد الاسباب دي، وممكن يبقى يعني معلش ماتش النادي الاهلي يعني ادى ثقه للعيبه، نازلين واثقين ان هم يكسبوا انه ماتش النصر هيبقى النصر، مع ان بالعكس احنا الماتشات اللي ما فيش ماتش سهل، يعني الكوره ما فيهاش ماتش سهل. صحيح. يعني فده ممكن يبقى احد الاسباب برضو، ان يعني كان في نوع من الثقه الزياده او التراخي تقدر تقول. لا تراخي، لا، هو ممكن الثقه الزياده. الكوره مش عايزه كده، الكوره لازم انت تحترم الخصم لكن كويس. ممكن نشوف شكل مختلف مع الاسماعيلي النهارده. هو الحمد لله، يعني طبعا النهارده بنتمنى التوفيق لنادي مصر المقاصه، ماتش صعب بس يعني انا مطمن، لان احنا دايما بنعمل ماتشات كويسه مع الفرق الكبيره زي الاهلي، زمالك، اسماعيلي. يعني نادي مصر المقاصه بيقدم عروض طيبه وجيده في الماتشات دي. العروض بقى، احنا كنا قرينا كده يعني بيان من سياده اللواء محمد عبد السلام في مساله يعني النتائج او النتيجتين الاخيرتين، النصر والرجاء، يعني ووضع مصر المقاصه في الدوري الممتاز السابع. سمعنا انه مفيش انتقالات، يعني اذا كان حد عنده طموح انه ينتقل او ما الى ذلك. هو طبعا دي حاجه خاصه بالفريق الاول، يعني ما انا فاهم، بس هو قال انه في البيان ده انه ما تفكروش في الانتقالات لغايه ما النتائج تتحسن. هل بالفعل ممكن اللاعب يكون بيفكر في الانتقال لنادي اخر ويترك يعني يسيب المساله كده ما يبقاش مهتم بيها؟ هي بالفعل دي السنه اللي فاتت اثرت على نادي مصر المقاصه في المنافسه السنه اللي فاتت. يمكن اكتر من لاعب كان جاي له عرض، في هشام محمد وداوودة، وطبعا احمد الشيخ كان يعني بيخلص الاعاره وكان ينتقل، فدي اثرت علينا. فانا شايف ان محمد عبد السلام بيحسم الامر بدري، اللي هو ايه، نركز بعد الموسم ما ينتهي والدور ما ينتهي نبقى نشوف هنعمل ايه يعني. اعتقد ان هو تصريح موفق يعني، مش وفي ميعاده، لانه مش عايزين نوصل لمرحله الاتحاد السكندري، لانه الاتحاد السكندري يعني واحد من الفرق الجماهيريه اللي صعب مركزه جدا دلوقتي، بسبب برضو مساله تغيير الاجهزه الفنيه والتخبط وتغيير مجالس ادارات، ومركز 16 نادي زي الاتحاد ما ينفعش يبقى في المركز اكيد طبعا. نادي الاتحاد نادي كبير، نادي كبير جدا، ونادي ليه شعبيه كبيره. صحيح. يعني حرام اللي بيحصل في نادي الاتحاد. فهو اللي هو حاول انه يلحق المساله عشان كمان ما يقعش في سكه الداخليه، ودي يعني نلاقي نفس الفرقه بتنزل. وبص حضرتك، الحمد لله عندنا في نادي مصر المقاصه، انا شايف ان يعني الشغل في نادي مصر المقاصه لاي جهاز فني بيشتغل في مناخ طيب هادي. اللي هو احنا عبد السلام بيدي مساحه كبيره للاجهزه تشتغل. اكيد طبعا ان محمد عبد السلام حته التغيير دي بتبقى صعبه بالنسبه له، ما بيحبش التغيير كتير، فلحق الامور بدري الحمد لله يعني. والكابتن عماد سليمان طبعا اسم كبير،
ربنا يكرمه ويعمل حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله مع نادي مصر المقاصه. ان شاء الله. طبعا مساله المشاركه في دوري الابطال دي حاجه طبعا مهمه جدا، حاجه مشرفه وحاجه جميله طبعا. صحيح. وتعطي يعني شعبيه اكثر لهذا النادي تحديدا يعني. اكيد طبعا حضرتك، احنا الماتشات دي بتتلعب عندنا في الفيوم، وطبعا بيسمح بيها الجهاز الامني، بيسمح بيها للجمهور. الاستاد بيتقفل عندنا في الفيوم. احنا عندنا نادي، الناس بتعشق نادي مصر المقاصه عندنا في الفيوم دلوقتي حاليا يعني. في مواجهه ان شاء الله مع جينيراسيو فوت السنغالي في دوري الابطال في شهر فبراير ان شاء الله. بكل تاكيد كابتن عماد واحد من المدربين المخضرمين والقدام يعني. اكيد بس مهم برضو انه يتم قراءه طبعا كل الفرق الافريقيه اللي من الممكن انه يواجهها مصر المقاصه في بطوله زي دي، ونشوف طفره مع فرقه زي مصر المقاصه ان شاء الله. اكيد طبعا كابتن عماد اكيد مستعد للمباراه زي دي، وان شاء الله ربنا يكرمنا في شهر 2 والماتش الذهابي الاول تقريبا في يعني، وبعد كده الماتش الثاني هنا عندنا، فربنا يكرم ان شاء الله ويعملوا حاجه كويسه يا رب ان شاء الله. نورتنا والله يا كابتن احمد، بنشكرك شكرا جزيلا على حضورك النهارده. كابتن احمد مشاوي مدير قطاع الناشئين بنادي مصر المقاصه، بالتوفيق لمصر المقاصه النهارده ان شاء الله. ولو اني اميل اكتر للفرق الجماهيريه يعني، انا عايز الاسماعيلي يكسب ما تزعلش مني. لا انا صريح. لا دي كوره حضرتك واللي ربنا يوفقه النهارده ويكون افضل هو اللي يستحق الفوز. طبعا، لكن يهمنا برضو مصر المقاصه يعني في الدوري عموما يشتغل كويس، وكمان يؤدي بشكل طيب في دوري الابطال. بشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه كابتن احمد مشاوي. شكرا جزيلا. وفاصل قصير ونعود مع المشاغب طارق رمضان ومشاغبات رياضيه.